بعض الناس يرفع أنفه على عباد الله ولا يسلم عليهم إلا بأطراف أنامله، وإذا التفت جميعا، ويميز الناس باللون وبالجنس وبالمرتب وبالوظيفة وبالمؤهل. كل من رفع أنفه على عباد الله فإنه شقيق الشيطان، لأن الشيطان أول من تكبر لما قيل له اسجد قال أأسجد لمن خلقت طينا. الله أكبر يا شيطان، من زينك أنت، بعد أنت مخلوق من النار، نحن من الطين والله أفضل منه، لكن الشيطان أول من قاس، ولذلك قالوا أول من قاس الشيطان فهلك. لذلك إذا رأيت رجل يترفع، وبعض الناس حتى لو مستقيم تلقاه ما يسلم إلا على من يعرف، ما يسلم على العمال، ما يسلم إلا على من يراهم من حظوة الناس ومن أهله. لماذا يا أخي؟ أتعلم أنك خرجت من مخرج البول مرتين، مرة من أبيك شهوة ثم من أمك كرها؟ لماذا أنت ترفع الأنف؟ حبيبك خير الورى كان يصبر نفسه مع الذين اتقوا ربهم، أولئك المساكين أهل الصفة، ويشرب الحبيب يشرب بقية وفضلة اللبن بعد 70 رجل. اللهم صل على محمد. يحلب شاته، يخصف نعله، الشيطان لا هو اللي يؤزك. بعضنا قبل ما يجيه فلوس كان يسلم علينا، ولما رزق مال الله يحسن عزاه في نفسه هرب، وكان بعضنا قبل ما يأخذ الدكتوراه يسلم علينا، فلما أخذها ولا دبره. لماذا يا أخي؟ من تواضع للخلق رفعه الخالق، ومن تعالى على خلقه وضعه. ولذا قال الحبيب يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر، يعني كالنمل الصغير، يطأهم الناس في المحشر من حيث لا يعلمون، مما كانوا يرفعون أنوفهم على عباد الله.